السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. نبدأ كلامنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله، ما ضاقت إلا وفر رجع الله. ازيكم يا حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل الدنيا يا رب طيبة كده، ويجعلها سنة كده عدت علينا وعلى المسلمين وعلى الدنيا كلها كده عدت بحلوها ومرها، وإن شاء الله السنة الجديدة دي تكون أحلى وتكون ايامها كويسه ان شاء الله، وربنا يحقق لكم كل امنياتكم في كل مكان يا رب. طبعا ناس كتيره سالتني وبعتت لي امبارح على الفيديوهات بتاعه الطبيخ، وقالت لي يا محوبه طمنينا على الروميه اللي كانت باضت عملت ايه. الروميه قدامكم اهي، هي باضت بيضه واحده اول بيضه، واتفاجئت بيها ان انا كنت موريها لكم، كانت كشه خالص كده وكانت تعبانه، ففعلا كانت تعبانه جامد، كان عندها اسهال ابيض فظيع كان عندها. انا قلت خلاص هو كده الدور دخل عندي، وربنا يستر بقى ويعدها علينا على خير. بجد ما كانتش كده خالص، دي كانت بتبصوا كانت ميته خالص. وانت عندك بتعمل ايه يا عم؟ تعالى تعالى انزل، تعالى يلا انزل، عاجبكم كده؟ طلع لي فوق السطوح، بيقول لي اللي ما شفتش شوف. يعني برضه هتطير من عندك زي امبارح. تعال يهبل. المهم الفرخه كان عندها اسهال ابيض فظيع جامد، تخين كده وابيض اصفر كده. فجيت عملت ايه بقى؟ جيت توكلت على الله. انا مسكتها لقيت دماغها سخن، عرفت السبب اصلا كان ايه. السبب ان هي يوم ما كنت بعمل لها المكان اللي هي هتبيض فيه، كنت حطيت العجله اللي هي هتبيض بيها فيها فوق على البوكسه على البتاعه جوه كده، وكانت الشمس طاسه فيها وغابت راقده فتره طويله في الشمس، واحنا كلنا عارفين ان شمس الشتاء صعبه بتتعب اي حد سواء بني ادمين او طيور. فجيت غابت هي فاتحه بقها ياما وباضت اخر النهار، وتاني يوم على طول لقيتها واقفه على الخشب تعبانه، فانا فكرت ان هي ايه عايزه تكسر ولا حاجه، فلقيتها فعلا تعبانه. اتوكلت على الله وجيت ماسكه فصين توم كبار، وجيت مقطعاهم قطع يعني نصين تلات، كل فص 3 حتت كده، وجيت ماسكاه مبلعاه لها، وجيت جايبه ازازه الخل وجيت سقياها يجي معلقتين كبار، حتى ازازه الخل مرميه على الارض كان اخر شويه فيهم، سقيتها وجيت ماسكه دماغها وجيت غاسله دماغها بالخل، وجيت سايباها وقلت ايه اللي ربنا كاتبه بقى هو اللي يكون. صبحت تاني يوم برضو لقيت الخل خلص، هي طبعا ما بتاكلش، لقيت الخل خلص فلسه ما جبتش، فبرضو اديتها فصين توم. تاني يوم ده اللي كان هو امبارح، اديتها برضو فصين توم انصاص كده، لكن ما سقتهاش خل. ومسكت شويه عيش بليتهم في الميه وحطت لهم، كنت حاطه لهم مع الميه ميه غسيل لحمه وحاجات، وعليها ليمون وعليها خل وكان عليها حاجات ياما ميه لغسيل اللحمه، وجيت حاطه لها فيه عيش بللها فيه عيش، وجيت مزغطاها ما كانتش راضيه تاكل، زغطتها. حاسه النهارده ان هي احسن من امبارح. انا كنت فكرت ان انا اذبحها، لكن قرفت بصراحه، ما بحبش اذبح الطيور تعبانه، فقلت هي ونصيبها، انا عاشت بقى وماتت مع السلامه هي ورزقها. فالنهارده تالت يوم لها النهارده اهوت، هي بتقرب على الاكل والميه لكن ما بتاكلش ولا بتشرب. انا جايبه عيش اهو، حطت لهم غسلة المسا بتاعتهم، وحطت لهم كركم في الميه، وحطيت كمان للحمام كركم، على ان الكركم احنا عارفين ان هو مضاد سموم، فحطت لهم كركم في الميه. استنوا ما اجيب الدوك الرومي ده. فحطت لهم كركم في الميه وسبتهم بقى يشربوا. وهمسك دلوقتي العيش وهقطعه في الميه اقبله عشان يبقى سهل الهضم عندها، لان اكيد هي مصارينها تعبانه برضو، ودولت فطروا خلاص همت، وهحط لهم هم بيشربوا ما شاء الله، وهم حلوين ما شاء الله تبارك الله، عرفهم احمر وحلو ما فيهمش اي حاجه، لكن هي اللي تعبانه. هحط لها دلوقتي افطرها وهكمل معاكم الفيديو، بس بالله عليكم ما تنسوني في اللايك، لان اللايكات يا جماعه هي اللي بترفع الفيديوهات، وانا بجد بتعب في القناه ديت بس مش بلاقي منكم مقابل،
وكمان عايزه اقول للاخت اللي كانت بعتالي امبارح وبتقول لي حرام عليكي يا ست ريري، الناس مش لاقيه تاكل. الدنيا فيها خير يا حبيبتي، والناس كلها عندها الخير والحمد لله. اقل واحد في بلدنا مش لاقي ياكل احسن من اي حد في اي مكان تاني، فاحنا نحمد ربنا. وانا ما بعملش اللي فوق طاقه حد، يعني لما يكون كرنبه وبطه ما هيش او ذكر بط ما هو الشيء ده اكل طبيعي خالص زي اي حد بيعمل وبياكل في بيته. وبشكر الست اللي ردت عليها وقالت لها حرام عليكي، ديت بتعمل من جريها ومن تعبها وتاكل وتعمل اللي هي عايزاه. كتر الف خيرك، ربنا يجازيكي خير ويبارك لك في اولادك يا رب. شكرا حبيبه قلبي على ردك. غبتي. هفطر الروميه الاول وهدخل معاكم عند الحمام، عشان عايزه ايه اقول لكم. في شباب، في واحد سالني على حاجه، السؤال ده سالني مرتين وانا حابه اجاوب له عليه. بصي، لو عندك ترى تعبانه ومش عارفه تاكل ما تموت من الجوع، لان الترى طول ما هي تعبانه ما بتبقاش عندها قابليه على الاكل. انا حطيت الميه فيها الكركم اهوت، وجبت الطيور التانية فطرت وشربت، ومسكت الروميه طلعتها فوق عشان مش عارفه اكلها تحت. الفراخ بتهجم عليا تاخد الاكل، بس محمد نايم والنونه مش هنا عشان كان حد يمسك لي التليفون. انا بليت العيش اهو، حطيت العيش في الميه بمسكه اعمله كده اهوت، اقلمه على بعضه واحطه لها في زورها علشان تاكل، علشان لو سبتها كده هتموت من الجوع وما هيش واكله. فانت حتى لما بتاكليها وتسقيها بينوبك ثواب فيها، وغير كده كمان بترفعي من مناعتها، لان كل الترى ما تجوع اكتر كل ما مناعتها بتقل اكتر. فاحنا لما بنعمل لها كده بنشبعها، بتملى حصلتها، بتفضل مصارينها شغاله، مصارينها ما بتضمرش، لان لو سبتها كده مصارينها هتضمر وتموت منك ومش هتاكل ولا هتشرب. هي ما شاء الله حلوه اهي، بس هي خلاص قطعت بيض، هتبقى تربي عنقود بقى تاني من جديد، بس لما تسترد صحتها تاني وعافيتها تاني. هاكلها انا بقى وارجع معاكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه بقى عشان نجاوب على السؤال بتاع الاخ او الاخت اللي سال عليه، بالنسبه للزغاليل الصغيره، بيقولي لو عندي زغاليل صغيره وحابب اعودهم على المكان ويطلعوا يدخلوا كده وما يطيروش، يعني اعمل ايه؟ بالنسبه يا جماعه للزغاليل، انا عندي بالنسبه لو انت عندك زغاليل يعني انت مش شاريهم، مثلا طالعين عندك زي دول زي الابيض ده كده، ده ابوه. الابيض والازرق اللي في الارض هناك دول ابوهم، والتانيين برضو ابوهم وامهم في المكان هنا في الاوضه. يعني اي زغلول هنا عندي بيبقى معاه ابوه وامه، فابوهم وامهم انا بسيبهم بقى، ماليش علاقه بيهم. ابوهم وامهم بيفضلوا ياكلوهم ويهتموا بيهم لحد ما يبداوا يطيروا، زي اللي على القفص ده يبدا يطير لوحده، يبدا يطلع ويدخل من الاوضه، وبيبقى امه تبيض والاب بيتولى الرعايه بتاعته، وبيبدا ياكل فيه ويهتم بيه ويمشي معاه وياخده ويطلع بيه بره ويرجع بيه الاوضه، المكان اللي انت عامله له، لحد ما بيتعود هو على المكان وبيطلع وبيدخل في المكان لوحده. تمام، ده بالنسبه لأنا عشان ابوهم وامهم معاهم. طيب لو ابوهم وامهم مش معاهم وانت شاري زغاليل صغيره وعايز تطلقها في المكان وتسيبها، هتعمل فيها ايه؟ الزغاليل الصغيره اللي انا شاريهم لو طلقتهم على طول كده وما معهمش حمام، مش سهل خالص ان هم يروحوا مع اي حمام تاني. فانا بعمل فيهم ايه في الزغاليل الصغيره؟ بالنسبه للزغاليل الصغيره اللي بدات تتعلم الطيران والطير، ولنفرض ان الزغلول ده بدأ يطير، ده زغلول هي انا كنت بقول مش من بتاعنا، لكن دي من حمامنا هي اللي على الصفيحه ديت، وكمان الاتنين الرصاصي دولت برضو زغاليل ما شاء الله تبارك الله. فانا هستقرب اي حمامه منهم اقدر امسكها واقول لكم هنعمل فيها ايه. بالنسبه للزغاليل الصغيره، اول ما بتبدا بقى في الاوضه عندي بفضل الرشتين الطوال اللي هم السوابق اللي قدام دولت يا تقصهم بالمقص يا تسيبهم. انا كنت عامله في واحده اهي هوريها لكم لحد ريشها ما يبدا يطلع تاني. على ما ريشها يطلع تكون اتعودت على المكان. لو انت طالعها في اوضه فوق السطح هتبدا تفتح الباب حبه حبه، يعني فتحته النهارده نص ساعه، تبدا بدل ما ترمي لها الاكل في الاوضه ترمي لها الاكل قدام باب الاوضه، وتعودها ان هي تخرج وتدخل تاني المكان، تخرج وترجع تاني للمكان وهي متقصص الريش بتاعها. هوريك حاجه، الفرده دهيت، الفردة ديت اختي كان عندها الحمام وتعب فهي ذبحته
واستخسرت ديتك مني شكلها حلو، فهي استخسرتها، فقالت لي خدها يا ام رحاب عندك، هي شغاله وبتبيض بس هي من نوعيتها كده اساسا. قالت لي خديها عندك تبيض، وان شاء الله لما اجيب تاني حمام تاني وربي يا اخدها يبقى اخد من ولادها. قلت لها مفيش مشكله. انا عملت فيها ايه؟ انا لسه مقلعه الريش ده النهارده يا جماعه. الريش بتاعها اهو واقع في الارضيه، شايفين الريشه عامله ازاي؟ انا مسكت الريش السوابق بتاع جناحها وخدته بالمقص. في ناس بتعمله الغوال الكبار بيمسكوه يربطوه ببلاستر. انا مش انا قلعته ورميته تحت الحمام اهو. انا جيت ماسكاها قصاه بالمقص، التلات اربع ريشات الطوال اللي قدام والتلات ريشات اللي في الجناب من عند الحمامه. على فكره مش عامله حمام ولا اي حاجه، الحمامه نظيفه اهي، لكن ده عشان ريشها طويل وبيحصل الارض بيتعاص من ايه، من الارض. فانا جيت واخداهم هم متبينين خالص، هم بالمقص، جيت واخداهم بالمقص. فلما اتعودت على المكان وخلاص وباضت وولفت مع ذكر من هنا وبقوا اصحاب، عملت فيها ايه؟ جيت ماسكه الريش بتاعها اللي انا كنت مقصصاه بالمقص، جيت مقلعاه عشان يبدا يطلع تاني ويطلع عليها ريش تاني اهو. هي اتصاحبت مع الذكر الكبير الاحمر ده هو. فانا كده ايه اطمنت عليها خلاص ان هي ايه ما عدتش اخاف عليها بقى، وحفظت حبة المكان يعني وتأقلمت معاه، وبقى لها ذكر، بقى لها اخ صح صديق لا وليف لا في المكان. جيت مقلعه بقى الريش اللي انا كنت مقصصاه. في ناس بتقول ما تقلعوش ريش الحمام، الذكر اللي قدام في الباب ده اهو كنت مقلعه ريشه لانه كان عنده نوشه، وقلعت الريش بتاعه لحد ما ربنا شفاه وصحى وريشه طلع. كنت مقصصاه بالمقص ده، انا كنت مقلعاه عشان كده على ما صحى هو ريشه طلع. لكن لو انت مقصصاه بالمقص بيغيب فتره على ما بيطلع الريش. فانا باجي ماسكاه مقلعاه، باجي ماسكه الريش مقلعاه وطلقاه بقى في المكان على ما يطلع الريش تاني تبيض براحتها بقى. هتبيض على طول، تبيض بعد 10 ايام، تبيض بعد اسبوع عادي، هتبيض وهي زي ما هي كده، ما يزعلنيش في حاجه. اهم حاجه هي تكون اخدت على المكان بقى وخلاص وما تخافش عليه. بكده تبقى انت استفدت ان الحمام بتاعك ما يضيعش منك. بس اهم حاجه زي ما قلت لك، لو هو معهوش اب وام في المكان وانت لسه شاريه جديد او لسه شارياه جديد، تمسكيه برضو تعملي زي ما هقولك كده، تاخدي سوابقه بالمقص، تقصي 3 4 ريشات الطوال اللي بيبقوا في الطراطيف دولت، وكمان من الديل عشان الديل كمان بيساعد في الطيران. وبعد كده تطلقيه في الأرضية لمدة مثلا شهر، وكل حبة تطلعيه يطلع ياكل، وتدخليه تطلعيه الساعة الصبحية والساعة آخر النهار على ما يتعود على المكان. وتعوديه ان انت تحدفي له الاكل يبدأ ياكل من المكان ما انت بتحدفي له وتعوديه. وبعد كده تبدأي تحبسي تسيبي الريش بتاعه بقى يطلع بطبيعته، او تقلعي الريش اللي هو اللي انت مقصصاه بالمقص عشان يطلع بقى بطبيعته، ويبقى كده ريشه اكتمل، يبدأ بقى يطلع ريش كويس ويبدأ يطير. تبقى انت كده ما تخافيش عليه، هو خلاص حفظ المكان وعلم المكان بتاعه، واصبحتي انت كده ما تخافيش عليه. بتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وبشكر كل الناس اللي سألوني وسألوني الرومية بتاعتك عامله ايه. كتر الف خيركم. الحمد لله انا حاسه ان هي بتتحسن اهي. بجد هي كانت محتاجه قرصين مضاد حيوي، لكن انا مش هكذب عليكم ما جبتلهاش، ما جبتش لظروف ما يعني، ما جبتش المضاد الحيوي كمان اللي انا محتاجاه مش عندي في البلد. ولما رحت سيدي سالم امبارح نسيت ان انا اجيب وسالت هنا ما بلاقيش هنا علاج كويس فما جبتش. فعشان كده انا ما حطيت لهاش مضاد حيوي لها. شوف لو لقيت مضاد حيوي بشري ممكن تديلها قرص كل يوم على الريق وقرص اخر النهار، هتبقى تمام التمام ان شاء الله. الفرخه ده هي برضو الحمراء الكبيره دي بسم الله ما شاء الله، انا واخده سوابقها بالمقص عشان كانت بتطير، وواخده ديلها. وكمان الفرخه الرصاصي، في فرخه رصاصي كمان هنا تانية انا برضو واخده سوابقها راقده هناك اهي، واخده سوابقها بالمقص برضو، مع ان هما ما شاء الله وشهم احمر وبداوا على وشه بيضه اهي الفرخه اللي هناك، علشان خاطر الفرخه ما تطيرش. وانت هتعملي كده مع الحمام بالظبط. يلا حبايبي بشكركم، وان شاء الله هستنى كومنتاتكم الجميله، وهستنى اللايكات بتاعتكم، لايكات للفيديو عشان ترفعوا الفيديو، ولو تقدروا شير لحبايبكم. حبايبي بحبكم في الله، ونتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.